الاهلي ده حياتنا، شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن اغلى الانجازات. من سورينا وراه بالازمان السلمات، النادي اللي جمعنا ونسيته الذكريات. اهلا بكم في برنامج على متوسط شمال اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. قلت لكم ده بيفضل يقول كلام هجص على الناس ويقول اي كلام هبد. اللي زي ده قلت لكم ده مش محلل وما ينفعش يتقال عليه محلل، ده ما يتصنفش اللي هو يجي يحلل ماتش كوره. لا ده ما يجيش في التحليل اصلا. ده ما ينفعش يقعد اصلا في الاستوديو قدام المشاهدين ويطلع يحلل المباراه. ده ما ينفعش، لان ده اول واحد ده كاره نفسه، وفي حاجات كتير جدا يبين لك هو هجاص وكل حاجه، وان هو بيكره نفسه قبل ما يكره اللي حواليه. بيكره النادي الاهلي جدا جدا جدا، وبيقول كلام بطريقه بشعه وكلام افتراءات وكذب. الاهلي عمل له مرض نفسي، عمل له تعب نفسي، عمل له جنان، الاهلي عمل له حاله رعب. فاللي زي ده اصلا يعني 100 وش متلون، عندوش شخصيه، ما عندوش مبدأ في حياته. فلذلك تلاقيه منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد والشر من قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل له مشكله وعامل له عقده من سنين، لانه هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديوكم بجد والله العظيم، يعني بجد حاجه في منتهى التعصب وفتنه، وحاجه بجد حاجه غير محترمه بالمره بجد، يعني حاجه تعصب وفتنه وحاجه غير محترمه. تعال شوف معايا كده. اسمع بس، الزمالك ما كانش عنده لا الناس اللي كانت في الكاف تبع النادي الاهلي ولا لا ما دخلك. لا ادخلك لا والله يا هجاص، الاسم على مسمى هجاص، وقلتها قبل كده انت هجاص. انت بتيجي تقول الزمالك اللي عمل مش عارف ايه، ما عندوش اللي كان عند الاهلي ما عندوش الكاف، الاهلي عنده الكاف وعنده مش عارف. قصدك بالكاف ومش الكاف، يعني قصدك الاهلي كذا وكذا وكذا. ده ايه التعصب والفتنه ده؟ ايه ده؟ وعلى الهوا كده وفتح صدرك ومش همك يا هجاص. ده انت فاتح صدرك بقى مش همك لما تيجي تقول بقى الاهلي عادي وبيجامل والكاف والكلام ده. الاهلي مش يعني هجاص. انا مش عايز اتكلم لان في يعني الزمالك الناس كلها عارفه بيتجامل ايه. بيتجامل في الكاف يعني بيتجامل في الكاف وفي كل حاجه، بيتجامل في كل حاجه. فالهجاص كل حاجه ماسكها على الاهلي. فلما يقول كلام زي ده على الهوا، ايه ده؟ ده اللي هو ازاي؟ ده اللي هو على الهوا كده، ده اللي هو ازاي؟ ده اللي هو ازاي يعني كده بيبقى علني كده، هو علني ويطلع يقول لك انا مش عارف انا منين. ما هو واحد ما عندوش مبدأ بشخصيتين، ما عندوش اصلا مبدأ في حياته. تلاقيه بميت وش وتلاقيه بيتلون زي ما جيت قلت. فده تلاقيه مره يقول كلمه ومره يقول كلمه، بس في المجمل عامه هو بيكره النادي الاهلي جدا وبيقول كلام بشع عن النادي الاهلي جدا. فلازم قرارات يعني ان شاء الله من النادي الاهلي ان شاء الله ضده، لان كده كتير 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 بجد ضد هذا الشخص اللي اسمه الهجاص. هجاص وهيفضل طول عمره هجاص، ومهما لو قلنا عليه هجاص محدش يقول بقى ده لعيب كوره. ده مش اخلاق لعيب كوره عامة، ده مش اخلاق لعيب كوره، ده هجاص. فطبعا اصلا هجاص ده عبد العال اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقة بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم رايح للأهلي أنسى